أعزائي الكرام، إنما كنتم عشاق التلفزيون الإثارة والمتعة، نحن هنا في نهائي ويمبلي، نهائي نعم في ملعب ويمبلي بالعاصمة روما. إثارة كبيرة وبرد قارس ودرجة حرارة تصل إلى 50 درجة حرارة راقية، والبرد قارس والأمطار والروعة والإبداع والإثارة. نحن هنا بالتلفزيون الوطني تنقل المباراة حصريا على كل قنوات عربية. حصريا نحن هنا سنقود معكم في تغطية رائعة بلا شك مع اتصالات المحللين العظماء الذين حقيقة ابدعوا في المونديال، وربما تنتظرون ذلك. ربما شاهدنا ذلك المونديال رائع. أولا نستضيف النجم والهداف التاريخي للمنتخب اللي سجل هدفين، كان واحد منهم منتخب مالاوي وواحد منهم برندا، ونجم كبير أيضا. وحقيقة كاع ما نقدر نسمع فيك معروف. قال لك أحمد الأفصار. أحمد شحالك؟ شكرا ما شاء الله، شكله بخير بخير ما شاء الله. وعن الناقد الصحفي المتدرك الصحفي اللي كتب مقاله ونشرها في صحيفة إيطالية تدعى ماركا، وحقيقة ناقد كبير جدا يدعى أحمد فاضل. أحمد شحالك؟ اهلا بك. مرحبا. نحن نراكم في البرد وخالص، ونقول لا تعذرون على الاخطاء بين البرد وقاص. اول شيء عندي سؤال. سمعنا في الاتحاد الاوروبي بيان جديد عن فريق مانشستر يلعب 13 ولا 12 جوله، هذا منطقي؟ قالوها الصحافه يا اخو، وشاعت في الاعلام خاصه في اوروبا. يقال اللي عنهم قالوا عنهم يلعبوا 12 لاعب. لماذا؟ لانهم يلعبوا بخطه دفاعيه، وبرشلونه يقدر يلعب معها لا رجاج لا 12 لاعب. ايوه زين، حتى معلومه ما معقول بها زين. عندي شيء. والناقد المنطلق صاحب الكتابات الرائعه، ما تعتقد عن فريق برشلونه؟ هي النجوم يقولون ان هناك نجوم مثل مسعود اوزيل وتشافي الونسو وبعض اللاعبين الشهراء. ايش برصة هذه عندك؟ لا بليتو لا الان كاع ما كانت تستحق الطلوع. لا الحمد لله طيحت تشيلسي تو. وعندك برصة لا عندنا لا ميسي وتشافي ونيستا والحارس العظيم كازياس هو اللي عند برصة. انا قاطعك اخويا، الساعه تشيلسي هرمون 2008 ولا 9، نحن في 2011 طيح لها تشيلسي. طلع لا نشتك معلوماتكم مؤكد. ناقد عملاق نتقي الى وعندي قلنا لاعبين البارسا اشهرهم من هم. لاعبين البارسا معروف اشهرهم ميسي. عندي معلومه من عند ميسي عنه لاعب ارجنتيني من الارجنتين جنسيته. صحيح جنسيته ارجنتيني. متاكد حصريه قاعد التلفزيون عنه لاعب ارجنتيني. واصل مع اللاعبين. عندهم لاعب الشهير ميسي، افضل لاعب في العالم 2005، وعندهم تشافي هرنانديز، وعندهم مسعود اوزيل، والحارس الكبير كازياس. وصل لي الآن من الملعب الآن خبر حصري للفريق أن هناك إصابات في فريق مانشستر، إصابات بإصابات خطيرة. ربما اللاعب جيرارد أصيب إصابة خطيرة، واللاعب جيرارد مؤثر في فريق مانشستر. بصيفته هذه غير هما يقع لهم لا النازلة العادية. هاي درجة حرارة 250 وقلاص الطايح، لا النازلة العادي. ورانا لقاء حصري للتلفزيون باش يعرفوا، ورانا المراسل لا نافتنا. عندنا اتصال من احد المشاهدين. السلام عليكم. ما يبدون عادي الاخطاء. شفتوا القنوات، شفتوا القنوات الكبيره تعدل الاخطاء. ايش قال احنا؟ الو معك. نعم الو يكتب في موريتانيا. والله مرحبا. عندي سؤال تو نختاركم تقولوا لي. تفضلوا. عندنا نقاد كبار والله ما يعرفوا اي سؤال. هو احسن لاعب 2011 منهم؟ والله حول الناقد العملاق العظيم، ما افضل لاعب في العالم 2011. بسيط 2011 قاعد الناس تمشي عليه. غير مرشح لا زيدان هو اللي يقدر يقبضها ما حد اخر. واضح. غير تقول محلل العملاق مدير المتالق صاحب الهدفين في تاريخ المنتخب الموريتاني. ما هو المهاجم وما هو السحر ما هو سبب نجاح فريق مانشستر؟ يقولون ان برشلونه فريق ضعيف ولا يلعب بالله خطه دفاعيه كعاده المدرب مورينو، يعني يلعب بالله خطه دفاعيه. صحيح. مانشستر فريق كبير ويلعب في ويمبلي في روما، وملعبه روما المدينه اللي قريبه من مدينه مانشستر. حق بعد قريبه من مدينه مانشستر، تبعد عنها 5 كيلوات والله 6. يلعبوا على ارضهم ودور يقلبوا. ناقد فني عندك مداخله؟ انا عندي مداخله، نسيت ما شكرت التلفزيون الموريتاني حيث بالطائره ويمبلي هو قال عن سكوات ما هون بيسات عزيزي شينا مطبين فينا المطار الى ويمبلي مطبين. انا مولي عندي طلب، نختار التلفزيون الموريتانية دي وفستات اللي اعطاتنا لبسهم في ملعب ويمبلي، تخليهم لنا ما تقبلوا نجيبهم للتلفزيون. لا ترضوا هيك. لا حين رئيس التلفزيون ورئيس الجمهورية رئيس الفقراء معروف بذلك، الإثارة والحماس والشمول ولا الأجواء ودرجة الحرارة والرقي والازدهار والاتصال. يبدو هناك اتصال يبدو.
الو السلام عليكم. السلام مرحبا. التلفزيون بالعجل مشترك. البرنامج زين عندي شاكركم عليه. انتم برنامج عنوانه شنو؟ تكلم عن ايش؟ اضاءات عن الملاعب. ملاعب ايش؟ تكسر ولا تكسر؟ لا قطع ودي عليك ولا يبدون مشاقف ومحترم. لا تضحك علينا نكون محترمين كعادة. تلفزيون محترمة وتلفزيون موريتانيا حقيقة دائما بالمفاجآت الراقية ودوري أوروبا عصريا على التلفزيون الوطنية. آخر نتيجة من اللي يقولون 5-0 اللي ولا 5-4 نوقف الاتصالات. كاسة ما الذي كاسة من اللي تتوقع النتيجة؟ اعتقد النتيجة ستكون 5-1. 5 لمانشستر 1 للبارسا. انا اعتقد النتيجة 5 لبارسا و1 لمانشستر. الاختلاف عادي منطقي يا اخي مو منطقي. الاختلاف عادي. شوف انتم متراقين قدام اوروبا الناس تخرصنا. وانا مشاهدينا الكرام جاني خبر عاجل عن التلفزيون واجعه ما تاتم مؤخرا ماتش ولاقي سكان لا تخلصوا ماتش واجعه ودعنا لكم لا سمحونا اي عاده كنا سارقين من قناه مختلسين واجعه وفطنونا ودعنا لكم بالاستماع وعادي الحياه ذيك. وشكرا للنقاد. شكرا بالعافيه كان محمد والله استحمد مرحبا.